لماذا يحبون الناس كرة القدم؟ الفيديو بتاع النهارده هقول لكم فيه ليه الناس بتحب كرة القدم وعاشقة لكرة القدم، وليه كرة القدم دلوقتي سبب ومصدر للسعادة لكل الناس سواء رياضي او مش رياضي. بنتلاقي الناس قاعدين قدام التلفزيون بالساعة والساعتين قبل الماتش ينتظروا الماتش، اللي بيحضر بقى التسالي بتاعته واللي بيحضر المشروب الجميل بتاعه عشان يقعد يتفرج على الفريق المفضل بتاعه او منتخب بلاده. كل الدعم والتحية للناس اللي بتروح الاستاد بتقعد بالثلاث اربع ساعات تنتظر وتستنى الفريق بتاعهم. الناس دي فعلا حقيقة شغوفة وعاشقة لكرة القدم بدون اي مقابل سواء مادي او نفسي او معنوي. ولكن هقول لكم في الفيديو ده اللي بيعود عليهم اما يروحوا يسمعوا الماتش او المباراة للفريق اللي بيحبوه او اللاعب اللي بيحبوه. قال لك ايه بقى يا سيدي؟ قال لك ان في دراسة اتعملت بتخليك تشعر او تحس انك جزء من الفريق او لاعب من ضمن الفريق اللي بيلعب. ازاي ده؟ يعني انا وانا بتفرج على الماتش بحس ان انا لاعب في الماتش. ايوه، الرياكشنات واللي انت بتحس بيه بالظبط هو نفسه اللي بيحس بيه اللاعب وهو نازل يلعب الماتش ده. لو انت بتحب فعلا الفريق بتاعك وشغوف بيه. كرة القدم دي من اكتر الحاجات اللي بيعشقها كل الجماهير، ومع اقتراب اي ماتش للفريق المفضل بتاعك او منتخب بلادك زي ما قلت لك بنقعد بالساعات ننتظر المباراة. وكل واحد بقى وطريقته الخاصة. في ناس بقى بتجيب التسالي واللب الجميل والمشروب الجميل وتحضره وتقعد وتنتظر المباراة، واثناء وانت بتتفرج على الماتش بيحصل لك تموجات في الجهاز العصبي بتاعك وخلايا المخ، شوية بتكون مبسوط وشوية بتكون زعلان وشوية بتكون متعصب، كله حسب رتم المباراة وحسب شكل الفريق اللي بيلعب قدامك. هقول لك بقى على 5 حاجات بيحصلوا لجسمك ولدماغك وانت بتتفرج على الماتش. اول حاجة او رقم 1 ان الخلايا العصبية بتاعتك بتخليك تشعر او تحس انك جزء من الفريق او لاعب فعلا من ضمن الفريق. موقع NBC نيوز عمل احصائيه ودراسه قال ان في خلايا عصبيه متخصصه في الدماغ اسمها الخلايا العصبيه المرئتيه، ودي اللي بتسمح لنا بفهم وجهات النظر المختلفه. يعني مثلا بنفهم وجهات النظر ونحط نفسنا، لو حد بيحكي لنا موقف ولا حاجه بنحط نفسنا في قلب الموقف ونحس بالكلام اللي هو بيقوله. يعني لو هو بيقول حاجه مثلا فيها فرح او حزن او ايا كان بنتخيل الموقف اللي هو بيقوله وبنحط نفسنا مكانه وبنشعر بقى بالكلام اللي هو بيقوله. يعني بقول حاجه حزينه بنزعل وممكن نعيط، ولو بقول حاجه فيها فرح وسعاده بيظهر والرياكشن بتاعها بيظهر على وشنا وعلى جسمنا وبنضحك وبنفرح. زي بالظبط لو شفت اللاعب بتاعك المفضل او فرقتك المفضله بتلعب بتحس انك مبسوط وفرحان وعايز تتفرج عليهم، وده لان الخلايا العصبيه المرئتيه شغاله كويس عندك. الحاجه التانية المواد الكيميائيه اللي في دماغك اللي بتحسن المزاج بتاعك والحاله المزاجيه بتاعتك، وبتكون عامله كده زي السهم التموجي شويه فوق وشويه تحت. لو انت مزاجك حلو وكويس بتلاقي السهم ده فوق، ولو انت مزاجك متعكر وزعلان من اداء الفرقه بتاعتك بتلاقي السهم ده تحت. وده ليه علاقة بالهرمونات اللي بيفرزها الدماغ عشان ينظم حالتك المزاجية. يعني لو فريقك خسران عقلك بيفرز هرمون الكورتيزون، وده هرمون التوتر اللي بيخرجه جسمك لو انت تحت ضغط نفسي كبير. لا وكمان الأسوأ ان دماغك بينتج كمية قليلة من السيروتونين، وده بيزود الغضب والاكتئاب عندنا. اما بقى لو فريقك بيلعب بشكل كويس ومبسوط منه فعقلك بيطلق هرمون الدوبامين اللي بيساعدك على الشعور بالسعادة. الحاجة الثالثة رد فعلك وانت بتتفرج على ماتشات مهمة للفريق بتاعك. وفي دراسة اتعملت بتقول ان العشاق كرة القدم والشغوفين فعلا بالفريق بتاعهم بيشعروا وبيحسوا بقلق شديد جدا زيهم زي اللاعيبة اللي هتلعب واللي نازله تلعب الماتش. انت متخيل؟ يعني المشجع اللي بيكون بره بيتفرج عليك بيحس نفس الشعور بتاع اللاعيبة اللي نازله تلعب الماتش، والكلام ده بيظهر على جسمك وبيظهر على شكلك. وفي ناس من الجمهور اللي بيعرق وفي اللي معدته بتتعبه قبل الماتش واثناء الماتش وهو شغال الرياكشنات بتاعته، فتلاقيه عرقان او معدته وجعته وبطنه وجعته من الموقف او من الرهبه، او وتلاقي سرعه ضربات قلبك بتزيد اكنك بالظبط بتتمرن او انت اللي بتلعب الماتش. الاثاره والبهجه في المباراه عليها عامل كبير جدا. كلنا بنتفرج عشان نتبسط الفريق اللي بنشجعه او منتخب بلادنا اللي بيلعب عايزينه يكسب. ويا سلام بقى لو انت بتتفرج على الماتش ده ومعاك صاحبك بيشجع الفريق المنافس، ويا سلام بقى لو فريقك هو اللي كسب، يا نهار تحفيل للصبح. وطبعا لو انت مش مشترك فانت لازم تشترك على القناه بتاعتنا حالا وتعمل لايك على الفيديو عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. ولو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده انا هحطها لك تحت في الديسكريبشن بحلل فيها اداء حراس المرمى واداء المباريات في الدوري المصري والدوري الانجليزي. انزل تحت واتفرج عليهم وما تنساش تعمل لايك على الفيديو، والى اللقاء. سلام.